أحلى حاجة ممكن نعملها في البيت وما نشتريهاش من المحلات، وخصوصا إن احنا داخلين على فصل الشتاء وعلى الجو الساقع، ممكن تتعمل سندوتشات للولاد في المدرسة أو ناكلها في أي وقت مع الفطار أو العشاء. هي المربات بكل أنواعها، ومن أجمل وألذ أنواع المربات اللي ممكن نعملها في البيت بمنتهى اليسر والسهولة هي مربى الجزر، وخصوصا إن الجزر اليومين دول متوفر جدا وأسعاره في متناول الجميع، فالمربى بتاعتنا هتكون اقتصادية. لو كنتوا دقتوا مربى الجزر قبل كده في أي حتة، فغالبا بتكون مربى الجزر مبشورة. النهاردة هنعمل مربى الجزر بطريقة مختلفة شوية، هتخلي طعمها في حتة تانية خالص، وقوامها وشكلها أحلى وأطعم من أي مربى جزر دقتوها قبل كده في أي حتة. لو أول مرة تشوفوني، أنا الدكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. احنا عندنا 2 كيلو من الجزر، أنا بنقي الجزر الرفيع، ما بيبقاش حلو في التخين. هنبدأ نقطعه حلقات سواء بالقطاعة بتاعة الخضار أو بإيدينا والسكينة عادي بسمك اللي انتوا شايفينه. هننزل بال2 كيلو جزر الحلقات في حلة، وننزل عليهم بكوبايتين كبار من المية أو نص لتر من المية، ونرفعهم على النار شوية لحد ما الجزر بتاعنا يلين ويبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. هننزل عليه بكيلو ونص من السكر العادي. الجزر كل كيلو بياخد كيلو إلا ربع من السكر، وهنقلبه كويس قوي ونسيبه يستوي على النار. في الوقت ده نبدأ ننزع الريم، ومهم قوي قوي نشيل الريم من على وش المربى، لأن ده بيخلينا لما بنشيل الريم المربى تفضل محتفظة باللون اللي حضراتكم شايفينه ده. لو سيبنا الريم اللون بيغمق لحد ما نوصل بحلقات الجزر انها تبقى شفافة كده. كده تبقى المربى بتاعتنا استوت. هننزل ب4 ليمونات، عصير ليمون، كل كيلو بياخد ليمونتين، وبننزل عليها بنص معلقة من ملح الليمون، معلقة صغيرة، ونسيبها على نار هادية لحد ما المربى بتاعتنا تعقد وتبقى بالشكل التحفة الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. هنسيبها تبرد ونبدأ نعبيها في البرطمانات بتاعتنا المعقمة، وكده تبقى مربتنا خلصت. مش قادرة أقول لكم قد إيه طعمها وقوامها حلوين خالص. طبعا ممكن نحط لها بعض المنكهات زي رؤوس القرنفل أو قرفة خشب أو اليانسون النجمي، لكن الحقيقة أنا ما بحبش أحط المنكهات دي على المربى أو على أي مربى، علشان بيغير طعمها، وبحس إن هي المربى كده أحلى. الجزر هو الحاجة الوحيدة ما بتعمل مربى بتاخد على كل كيلو كيلو إلا ربع سكر، لكن في العادي المربى بتاخد الكيلو فاكهة بياخد نص كيلو سكر. أتمنى لو عجبتكم وصفة النهاردة إنكم تنفذوها وتكتبوا لي رأيكم وأسئلتكم في التعليقات، لأن فعلا مربى الجزر حاجة اقتصادية وهتعجبكم جدا لما تعملوها، وتنفع للأولاد في المدرسة وللسندوتشات، وبالهنا.